السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في هذه الوصفة ديال اليوم. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المسمنات ديال هذا الوقت، مقرمشين وسهلين في التحضير. كما كتشوفوا الصورة كيجيو رائعين. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على الطريقة والمكونات ديال هذه الوصفة. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. خديت مقيله رضعتها فوق البوطه ودرت عليها واحد البصله كبيره مشلضه رقيقه، 3 ديال الملاعق تقريبا ديال زيت الزيتون والملح حسب الذوق. كما كتشوفوا غادي نصاوبوا الحشوه هي الاولى ديال هاد المسمنات، ساهلين كما قلت لكم. غنشعل على البوطه دابا وغادي نبدا نحرك ديك البصيله مع ديك الملحه والزيت ونخليها تطلق شي شويه تدبل، وغادي نضيف المكونات الاخرين. هاد البصله هادي فاش درتها في الهاشوار درت معها واحد الفصيص ديال الثومه، فص واحد فقط. صدقوني كيجيو غزالين. ودابا الصيف نبدلو شي شويه وكتجينا شي خريجه ولا شي حاجه كنبغيو نديو معنا شي حاجه اللي مجموعه. كما كتشوفوا كنشحر هاد البصيله حتى كتدبل وتغير اللون ديالها، وغادي نكمل غير شويه ماشي بزاف. هنايا عندي 2 حبات ديال الجزر اللي حكيتهم على هاد الشكل، وعندي العطريه، سكينجبير، تحميره، قزبر حبوب، السودانيه يعني الفلفل الحار، وكذلك القزبر ومعدنوس، وشويه ديال بابريكا، وراس معلقه صغيره ديال الكركم. دخلت ديك العطريه مزيان حركتها مع ديك البصله وداك الجزر خزو. درت غير 2 حبات. يمكن لكم ديروا اي خضره كاينه، ديروا كورجات اللي بغيتو ديروا. ديك الخضره اللي غديروا في هذه الحشوه اختياريه. انا درت حيت كيجي خزو مع الكفته زوين. لكم ديروا كذلك اللي ما عندكمش كفته الدجاج او الطون اللي كان. نحاول نحل هذيك الكفته ونخليها تطيب مزيان مع ديك الخضيره حتى كتبقى لينا غير الزويته معزوله بوحدها. عاد حتى كيحيد الماء تماما باش الحشوه ما كيكونش فيها الماء، وحنا غادي نعمروا بها المسمنات حتى كينشف داك الماء تماما ديال هذيك الخضره. والبصله كذلك كتطلق الماء، خزو كيطلق الماء. اللحم اذا كنخليو الزويته تصفى صافي تشحر مزيان. غادي نوريكم في الاخر منين تشحر. كنقص العافيه، كندير العافيه مهيله وكنخليها، وغادي نمشي نوجد معكم العجين ديال هاد المسمن. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الحشوه كذلك كتبقى اختياريه باش ما بغيت تعمر هاد المسمنات. انا كاقتراح ديال اليوم درت هاد الحشوه هادي لان الجزر كيواتي الكفته يجي مزيان. غادي ناخذ هنايا الكأس الاول ما بانش ما تصورش، الكأس الثاني والكأس الثالث ديال الدقيق الابيض. يحاول الدقيق يكون نوعية الحلويات باش كيجينا زوين في الدقيقة. الكأس الرابع أصدر الكأس الرابع والخامس. غادي ندير 5 الكؤوس من الدقيق الابيض، وعاد غادي نضيف واحد الكأس واحد ديال الفينو دقيق الصلب السميد الناعم حتى هو كنغربلو. نتوما كتشوفوا الرجاء خليت عليها في اليمين.
متبقاش كاع ما تنشفات مزيان. شويه ولات جاهزه، غادي نطفي عليها ونخليها تبرد وغنرجع للجينه. ندير الملح حسب الذوق كما كتشوفوا. ندير واحد 3 ديال الملاعق زيت نباتيه، واحد راس معلقه ديال سنيده، ما عنديش العسل، وكذلك واحد راس معلقه ديال خميره الحلويات. وغادي نعجن بالماء بارد. غادي غير نجمعها وغنديرها فشي بلاستيك ونخليها تدلك، نعطيها الوقت الكافي باش ترخى. اللي ما عندهاش الوقت تدلكها مباشره. انا غنخليها ترتاح وغنمشي نقضي حاجات اخرين عندي. كنجمع الجينه، ما كنحاولش نخليها قاصحه، ما تكونش رطبه وما تكونش قاصحه، يعني بين وبين، ما تكونش خفيفه. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها. كتلصق. دهنت يديا بالزيت وغادي نوضعها في بلاستيك ونخليها. ملي كتطلق راه كتبان لينا في البلاستيك بانها طلقات. هانتوما كتشوفوا. غنخليها ونمشي نقضي اللي عندي وعاد نرجع معكم. كما قلت لكم الطريقه راه سهله. هانتوما شوفوا كتبان بانها راه ترخات واحد السهوله. شوف دلكات مزيان وحدها. كندهنوا سطح العمل بزويته، وكنحاول نشكل واحد الكريات صغيره يكونوا بنفس الحجم. تقريبا الدقيق درت 550 غرام ديال الدقيق ما بين الفينو والدقيق الابيض. 550 غرام. كما قلت لكم الطريقه سهله. غنحطهم جانبا ونوطيهم بالبلاستيك. وغنبدا باول وحده درتها. يمكن لكم الا عندكم الوقت يمكن لكم تخليوها شي 10 دقائق تبداو تشكلوا. انا غنبدا مباشره بالكره الاولى اللي درتها، ما خديتش ما خليتهاش، واخا شويه غتجيني دايره. غادي نحاول معاها حتى يبان لينا سطح العمل. نرققوها مزيان كما كتشوفوا. هنايا عندي الزبده ومعلقه النشا، خليتهم فحال البوماد وكندهن بهم وكنطوي على شكل مسمنه ساهله الطريقه. مسمن كلشي كيعرف يصاوب. كنسرح بالزيت غير شويه الزيت، انا ما تنديرش الزيت بزاف غير شويه، وحتى كنطلق مزيان ديك الكره. وعاد كندهن بديك البوماد ديال الزبده والنشا. هكا ساهله مربعه. وكنخليها ترتاح وغنستمر تنكمل العجين اللي عندي. هذه راه تمزقات ماشي متمزقات، ماشي مشكل. حتى انا كنزرب كما قلت لكم ما خليتهاش ترتاح، ولكن عادي وغادي نستمر. الا خليتيهم شي 10 دقائق راه غادي تبقى العجينه تابعك، ما غتوقعلكش بحال اللي وقعت ليا في السمنه الثالثه. هانتوما شوفوا كل ما ترخات كل ما كتجيني ساهله. وغنبدا بالمسمنه الاولى. هانتي راه مرخيه وغادي نحاول نقرصها مزيان. وغادي ندير الحشوه كما كتشوفوا. هاد الاولى هنا شويه ما وضحت ليكمش. هانتوما غتشوفوا الحشوه. ديروا الطريقه ديال المسمنه الثانيه.
هي اللي ما غتخرج لكم الحشوه، لان انا الاولى ما غتخرج ليا، ولكن انا حيت موالفه ندير هكاك وما كتخرج. دابا هذه هي الطريقه اللي خصكم ديروا باش ما تخرجش لكم الحشوه. كناخذ المسمنه وكنقرصها، كنوضع الحشوه كما كتشوفوا فين، كنفوت غير شويه وكنوضع الحشوه بشكل طولي. الطريقه راه سهله. هنايا اللي بغى يضيف الفرماج درت واحد المرصو، شفتوا، طويت ولويت جنيبات غير شويه، وهانتوما ساهله، ما كتحتاج شي مجهود. غادي نزيد نكمل معاكم. وكنوضع في اللاطه اللي دايره ليها بابيو كويس باش ما يلصقوش ليا هاد المسمنات. المسمنه الثالثه كما كتشوفوا كنسرح، نحاول نرققها باش تجيني مقرمش، باش تجيني هاد المسمنات مقرمشين. كنفوت شي شويه، عاد كنعمر وكنخلي جنيبات شويه خاويين، كنطوي وكنوضع الجنيبات كما هكا كما كتشوفوا. ما كنحاولش نزير يدي. نضيف معكم غير هادي. دابا راه ترخات العجينه، ولات لينه دغيا كتسبع، يعني نرققو باش يجينا مسمنات مقرمشين. راه كيجيو غزالين الا تبعتو الطريقه. هاد الاضافه ديال الفرماج اختياريه، انا درت غير شي جوج حبات اللي فيهم فرماج، اخرين ما درتهمش. نتوما كتشوفوا. غادي نزيد عاوتاني معكم ندير هاد المسمنه كما قلت لكم، رققوه باش يجي داك، رققوا المسمنه باش يجيكم المسمنات اللي ندخلهم الفران يجيو مقرمشين. هانتوما كنطوي بشويه وما كنزيرش يديا. بشكل ساهل. كنتمنى يعجبكم الفيديو. هانتوما كتشوفوا. دابا خديت داك الصفر بيضه، درت معها واحد المعلقه د الحليب وشويه د الخل، غير قطيره الخل درت، ودهنت هاد المسمنات. هذا بس هاد دغيا الطرخه ودغيا دغيا، طريقه سهله. خديت هاد السكين هذا عندي ماضي، وغادي ندير به هاد الخطوط هذه. كنحاول نجرح هاد المسمنات. اللي عندك اي حاجه حاده ديري بها هاد الجريحات ديال هاد المسمنات، كيجيو يعطيو الشكل زوين. وغادي نرش بالبافو. يمكن لكم ديروا الزنجلان الابيض اللي موجود، او لا تخليهم غير هكاك. رشيت غير شويه ديال البافو، وغندخلهم الفران اللي مسخناه. ما غنحطهاش مباشره في الدرجه الاولى، غادي نحاول نحط تقريبا في الوسط، ونخليها طيب على درجه الحراره 180. كتاخد ليا شي 15 دقيقه وكنشعل عليها الفوق. كيجيو رائعين صدقوني، مقرمشين. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.